السلام عليكم. تالت ليلة ولعل أول آية معانا هي من امبارح من الجزء الثاني. قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لعل سبحان الله الآية دي ليها قصة معايا. كنت في تانية جامعة في تقريبًا سنة 2007، وكان لسه موضوع الرحلات الغير المختلطة ده حاجة جديدة جدًا. فكان في واحد صديق لي ساعتها يعني ألحد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكان بيعمل دعاية للرحلة دي، فيروح لهنا ويروح لهنا ويكلم ده ويكلم ده ويكلم دي، ويقعد يقنعهم جدًا بالرحلة دي. وأنا من جوايا قاعد باستشيط غضبًا. إزاي واحد بيبحث أو بيعمل دعاية للباطل بتاعه، وأنا قاعد هنا ومتذكر قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمتذكر إن أنا كنت قاعد في البنش الأول، كان تقريبا محاضرة ميكانيكا أو حاجة زي كده. ومن كتر حسيت ان انا الضغط بتاعي عالي، فرحت استأذنت الدكتور وقلت له بعد إذنك هنزل. فنزلت كلت. وكل اللي في دماغي: إزاي واحد بيدعو للباطل بالطريقة دي؟ إزاي واحد مستني اللي الناس تعمل حاجة غلط معاه؟ وده يقول لك حاجة، إن اللي بيعملوا الغلط ما بيقدروش يعملوها يعملوه لوحدهم. وحتى الشيطان لمّا ييجي ويتبرأ منك بعد أن يدخلك النار ويقول لك: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولكن ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. اعرف اللي سبحان الله ما حدش بيحب يعمل حاجة الوحشة لوحده. تلاقي اللي بيشرب حشيش بيشربه لوحده، بيشربه مع جماعة مع صُحبة. تلاقي اللي بيروح يسهر وبيشرب برضه بيعمل كده. تلاقي اللي بيتفرج على افلام ابيحيه نفس القصه. فسبحان الله نزلت كلت، لان انا حسيت ان انا هيغمى عليا، هيحصل لي حاجه. وكل اللي في دماغي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقاعد سبحان الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة وهكذا. فأنا كل الحاجات دي جاية في دماغي وقاعد باقول: هو إزاي حريص جدًا على الباطل ده؟ وده يعرّفك برضه إن أهل الباطل، تلاقي اللي بيعملوا أفلام دول بيتعبوا، ولكن بيتعبوا في الباطل، بيتعبوا في الباطل، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فتلاقي اللي سبحان الله صاحب الباطل بيعمل الباطل ده، اللي بيبيع الحشيش بيدوّر اللي يبيع الحشيش. فأنت في المقابل بتعمل إيه؟ أنت الواحد اللي المفروض على الحق بتعمل إيه؟ فسبحان الله كل الحاجات دي جات في قلبي. رُحت رايح واقف قدّام باب المحاضرة، والمحاضر كان بينتهي. فأول ما خلّص قُلت له: بعد إذنك. وخدت الميكروفون وابتديت ال 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 ابتديت كلامي بالآية دي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وساعة بقى رحت مشاور على الولد ده، وهو كان بقى قاعد مغزوز: انت بتكلمني كده ليه؟ سبحان الله. بيقول لك: لا يؤثر الا المتاثر. فسبحان الله ساعتها كان جوايا كميه مشاعر وكميه غضب على ما تنتهك من حرمات الله. فالناس لقيت بقى، انت عارف اللي هو هيبتدي يعيط وبتاع. وسبحان الله بعد الموضوع ده الناس كتير من الناس اللهم لك الحمد راحوا سحبوا فلوسهم. فاول حاجه اتعلمتها اللي هو: أنا ليه بارضى الدنيّة في ديني؟ وده ياخدنا لتاني آية أثّرت فيّا، وهي بقى من الورد بتاع النهارده: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. شوف سبحان الله سيدنا عمر لمّا راح في صلح الحديبية وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. وهم على الباطل؟ قال قال: نعم. قال: فلِمَ نرضى الدنيا في ديننا؟ هو إحنا ليه لمّا الدين ييجي كل حاجة نعملها نُص، نُص، ما نعملهاش كاملة؟ إنما لمّا الدنيا تيجي وتشرئب برأسها، لأ أنا عايز أثبت نفسي في الشغل، أنا عايز أثبت نفسي للمدير بتاعي، أنا عايز أبان شكلي كويس، أنا عايز أبان لبسي كويس، أنا عايز أبان اللي أنا ابن ناس. اشمعنى لمّا بنيجي في الدين ليه ما نرضي الدنيا في ديننا؟ ليه بنتيمم الخبيث منه وبننفق الخبيث ده
ليه في الدين لما نروح للصلاه نقول لا ما الحمد لله انا صليت؟ لما نيجي نقول لحد صلي في المسجد او صلي في وقت يقول لك الحمد لله انا صليت. يا عم الحمد لله انا بتصدق، يا عم الحمد لله انا بعمل كذا. ليه ما نرضى الدينيه في ديننا؟ اشمعنى لما بيجي امر الدين بيبقى هو اثقل حاجه على قلبك؟ ليه تبقى قاعد والولد ده قاعد بينشر الباطل وانت بترضى الدينيه في دينك؟ ليه بتشوف كل يوم على السوشيال ميديا وانت قاعد بتقلب وبتضحك لده وبتضحك لده ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر؟ ليه بترضى الدنيا في دينك؟ ليه بتتيمم الخبيث تنفقه ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه؟ والله عز وجل غني عني وعنك. لو اجتمع إنساكم وجنكم وأولكم وآخركم على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله شيئا عز وجل. فليه بترضى الدنيا في دينك؟ وعشان كده سبحان الله ننتقل معانا لثالث آية وآخر آية. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. الدنيا دي سبحان الله تخيل اللي هي النهر اللي طالوت فصل عنده بجنوده وقال لهم لا تشربوا منه. الدنيا دي عامله زي النهر ده، فكلنا رحنا عملنا ايه؟ شربنا، كلنا نزلنا، كلنا راينا الباطل ولم نغيره، كلنا ارتضينا الدنيا في ديننا. فامتى هنتغير؟ امتى هنكون كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ امتى هنتغير؟ امتى كل واحد هيشوف هنطبق قول الله عز وجل وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين؟ امتى هنطبق ده؟ هيحصل ده امتى؟ لما نموت؟ دلوقتي انت عليك دور، انت عليك دور زي ما انا عليا دور. دورك انك لما تشوف غلط تحاول تصلحه، تتعلم العلم قبليها. لما تشوف الغلط وانت عندك من العلم ما تعلم به ان هذا خطأ تصلحه. تبدأ بنفسك ومن تعول واسرتك واخوانك، وتقعد تحط في دماغك اللي انا يبقى عندي هم اللي انا اصلح نفسي واصلح من حولي. انما لو فضلنا ماشيين كده طب وبعدين؟ انا كل همي اللي يخرج من الناس اللي بتسمع يخرجون فيتعلمون ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلما الله عز وجل يرى منا الخير يمكن لنا، يمكن لنا ويرزقنا من الخير. الله عز وجل قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عز وجل عاقبة الامور. فلا ما تفضلش تغترف من هذه الدنيا، تفضل تشرب 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 وبعد كده بتغير ازاي؟ ما بتغيرش حاجة. فيبقى ابتدينا بقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كل اللي أنت بتتبعه وبتتفرج عليه ومنتصر ليه هيجي يوم القيامة ويلقيك في النار حتى ينجو. خلي بالك، خليك اناني في دينك، خليك اناني في نفسك، لان اللي انت بتتبعهم دولت لن يبقوا عليك. والله لو استطاعوا انهم يلقوك في النار ويدخلوا الجنه لفعلوا. وتاني ايه قلنا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم كل من رزق الله عز وجل ومما اخرجه لك من الارض ولا تتيمم الخبيث تنفقه ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه واعلم أن الله عز وجل غني عني وعنك. فانفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآخر حاجة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلتكن من هؤلاء القليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.